السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشاهد اليوم بالفيديو أمر خطير جدا ومفهوم خاطئ ينتشر بين أطفال وصغار المسلمين. انتشر مؤخرا بين أطفالنا بالمدارس وعلى السوشيال ميديا شيء له علاقة بتحضير الأرواح. كالعادة يبدأ الشيء أو التحدي عند الغرب ثم ينتقل إلينا ويصدروه لنا ونتأثر به ونبدأ بالترويج له. هذا التحدي يسمى تحدي شارلي، وهو وضع أقلام بطريقة معاكسة على شكل صليب وكتابة كلمات في 4 زوايا يس ونو ليمكننا التواصل والتخاطب مع هذه الروح. لكن بعض أطفالنا بدأ يطور الموضوع ويذهب إلى أكثر من ذلك، إلى وضع نقاط من الدم. جميل، هذا هو تحدي شارلي. لكن من أين أتى هذا التحدي؟ مصدره طفل في المكسيك يدعى شارلي، توفي سنة 2006 وكانت وفاته بطريقة مؤلمة. وزعم أحد المشعوذين أنه استطاع التواصل معه عن طريق هذه اللعبة، وانتشرت بالمكسيك والآن وصلت إلينا وإلى بلداننا. إذا نحن كمسلمين لا نؤمن بتحضير الأرواح، لكن العجيب عند لعب هذه اللعبة يتحرك القلم. كيف يتحرك عند ذكر عبارة تشارلي تشارلي يو ار هير؟ ما السر وراء هذا؟ من يحرك القلم؟ هل الجن والشياطين؟ أم ما الذي يحدث بالضبط؟ سأجري هذه التجربة أنا وأنتم لنعرف ما الذي يحدث. تشارلي تشارلي are you here؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تحرك. نعم يا إخوان، هنا تكمن الخدعة. أنت عندما تلفظ كلمة هير يخرج نسمة هواء، والقلم يحتاج فقط إلى القليل من الهواء. انظر هنا، لم أذكر شيء وتحرك القلم. إنها نسمة هواء خفيفة تحل المشكلة. انظر ماذا سأقول، لن أنطق التعويذة الآن. كيف حالك يا ماجد؟ إن كنت جيدا فأجبني بيس. إن ماجد بخير. هذه هي الخدعة وهذا فحواها، وهكذا يتم التلاعب بأطفالنا. الأمر بسيط وليس معقد، ولكن هذا باب للشياطين. إذن الأمر خدعة بسيطة أثارت ضجة وصخبا بين الناس، لكن الغير بسيط والخطير في هذا الموضوع أن هذا يفتح بابا للشر في مجتمعاتنا الإسلامية، ويجعل بعض الأطفال يؤمنون بهذه الشعوذة، لأن الذي معه يقنعه بطريقة أو بأخرى أن القلم يتحرك وحده. وبعض من ينفذ هذه التجربة يتحرك القلم عن طريق هواء كلمة هير كما ذكرنا، فيظن أنها الأرواح ويؤمن بهذه الأمور. فيبدأ أطفالنا يتعاملون بهذه الأمور الخطيرة منذ صغرهم. يدخل الشيطان في عقولهم ويبدأ بالوسوسة لهم، كما حدث فيما يسمى بلعبة الحوت الأزرق. كلنا نذكر الحوادث المأساوية لانتحار أطفال ورمي أطفال أنفسهم من الشرفات العالية. هذه كانت حقيقة تحضير روح شارلي. ولا تنسى تشارك الفيديو ليصل لأكبر عدد من الناس لندحض هذه الخرافة وليعم الخير للجميع. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارحي، أحبكم في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم.